قد ما هتقدر تجمع بطاطس وتجني بطاطس هتاخدها معاك. ايوه زي ما سمعتوا كده يا جماعه، في مهرجان البطاطس في المانيا قد ما هتقدر تجني بطاطس هتاخدها معاك ببلاش من غير ولا مليم، وبطاطس اورجانيك بدون اي كيماويات. المهم لبست ولبست ابني ونزلنا. في البدايه لبسنا شتوي بس اكتشفنا ان الجو خريفي فقلعنا الجواكت وانطلقنا. الجو رائع وكل حاجه فانتاستيك باستثناء المواصلات زي ما شفتوا هتتاخر 17 دقيقه. قلت مش مشكله اقعد اتسلى شويه في زعروره ابني كده وما خليش حاجه تنكد عليا. المهم الأوبان جه ووصلنا. دخول للمهرجان سعره 3 يورو ونص زي ما انتوا شايفين كده. بتدخلوا بتلاقوا ساحة كبيرة وفيها حاجات كتير بتتباع، ألعاب، سوفينيرز، بطاطس. الألعاب دي كانت بلس 4 سنين وابني جرسني وبهدلني وفرج عليا أمة لا إله إلا الله عشان عايز يطلع عليها بس ما كانش ينفع للأسف. وجبنا البطاطس دي والبولة الصغننة اللي انتوا شايفينها دي سعرها 5 يورو. وبصراحه كان طعمها استغفر الله العظيم يا رب حرام، ما ينفعش اقول عنها مش حلو. المهم يعني اتغفلنا وجبناها ب5 يورو، ما طلعتش حلوه. والصوصات دي كان فيها صوص بيخليك تطلع النار من ودانك كانت حراقه قوي. اتقفلت من المكان ده وقلت خلاص انا هدخل ادور على البطاطس بتاعتي اللي انا جايه عشان خاطرها ونعيش عيشه الفلاح اللي مطمن قلبه ومرتاح. تسالوني تقولوا لي بتعرفي منين الاماكن دي، هقول لكم تابعوا الستوريز بتاعتي، وانا هقول لكم في الستوريز دايما على المهرجانات اللي بتحصل والاحتفالات واي حاجه اي احداث بتحصل في برلين. انا في الاغلب بنزلها لكم في الستوريز على الانستجرام. وطبعا واحنا ماشيين لقينا الحيوانات دي، وكالعاده اي حيوانات او اي طيور محاطه بسور في الاغلب بيكون السور مكهرب زي ما انتم شايفين كده. المهم عشان تبقوا واخدين بالكم يعني، انا كنت دايما اتلسع بس المره دي خدت بالي. المهم خدنا الشكاره دي ودفعنا عليها رهن 2 يورو، متخيلين؟ المهم بتدوهم الشكاره وانتوا خارجين وبتاخدوا ال2 يورو بتاعتكم. هنا لقينا الماكينه دي بتمشي زي كده بتطلع البطاطس، والناس بتفضل تجري ورا الماكينه دي وتطلع تلم البطاطس جوه الشكاره. وحاجه كده اجواء خطيره، الاجواء نفسها حلوه يعني، بتقضوا اجواء حلوه قوي مع اولادكم زي ما انتم شايفين كده. كل الناس جايبه اولادها احساس كده، عارفين اللي هو تجربه جديده محلاها عيشه الفلاح بجد والله. وانا كمان بحب اخلي ابني دايما يلمس الارض ويلمس الطبيعه ويعيش الحاجات دي. وهنا انا كنت حبيت اعيش حياه الفلاح البدائي بقى، واحاول احفر واطلع البطاطس من الارض، بس حسيت بصعوبه جدا بصراحه يعني، ما عرفتش خالص. وحمدت ربنا على نعمه الماكينات. بصوا الماكينه سهله ازاي، بصوا بتطلع ما شاء الله البطاطس ازاي. وهنا كانوا الناس مولعين نار وقاعدين بيشوا بطاطس، فالاجواء نفسها كانت لذيذه موت. بعدين قعدنا نتمشى وسط الزرع كده زي ما انتم شايفين، في كذا نوع زرع هناك، وكان في مجسم للبقره دي، متحف كده فيه الحيوانات اللي هي موجوده في المزرعه. وده التاريخ بتاعهم. احزنني قوي ان سنه 1900 كانت البقره بتنتج حليب 2000 لتر في السنه. سنة 2015 7500 لتر بسبب الهرمونات، ودي حاجة مش كويسة خالص. المهم دي البطاطس اللي انا خدتها معايا. اكتبوا لي كده لو كنتوا مكاني كنتوا هتاخدوا كام كيلو. لو انتوا شايفين ان البطاطس ببلاش واورجانيك وحاجة عسل كده هتاخدوا كام كيلو معاكم. انا دول اللي خدتهم عشان دول اللي قدرت اشيلهم. وصلنا الأوبان وكالعادة طلع متأخر، عمرنا بيخلص في المواصلات يا جماعة، بس اتس اوكي كان يوم لذيذ. يلا هقول لكم باي باي، ما تنسوش تتابعوني في المكان التاني.